يلا بينا نعمل مع بعض احلى سمبوسك بحشوات مختلفة، وهنقفل السمبوسة وهنلفها بطريقة كويسة جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله. اول حشو هنعمله يلا مع بعض، حلة على النار فيها شوية زيت ومعلقة سمن بلدي، هننزل ببصلاية كبيرة مفرومة ومعلقة توم مفروم وكمان قرن فلفل كده اخضر. هنشوح الكلام ده كله مع بعضه، وبعد كده هنزل باللحمة المفرومة بتاعتي، هسيبها كده لحد لما تغير لون زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اتبلها بملح وفلفل وسبع بهارات وقرفة ناعمة. بس كده ويبقى معايا اول حشو جاهز. تاني حشوة بقى معايا هنحشي جبنة. هنا معايا جبنة اللي هي الدومتي اللي انتوا شفتوها دي، وهننزل عليها بشوية جبنة موتزاريلا، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. هنا ممكن تزودي شوية شبت مفرومين فرم ناعم او شوية بقدونس، الحشو اللي انتي عاوزاه حطيه. كده اللحمة بتاعتي بقت جاهزة وكمان الجبنة جاهزة. يلا بينا بقى نشوف السمبوسك بتاعنا. اختاري نوع سمبوسة يكون كويس، ما تكونش العجينة بتاعته لازقة في بعضها، ما تكونش تخينة قوي او سميكة قوي. هنا بقى يلا نجهز المادة اللي هنلزق بيها السمبوسة عشان ما تفكش مننا واحنا بنقليها في الزيت. معلقتين دقيق هننزل عليهم بمية شوية بشوية لحد لما يوصلوا للقوام اللي انتوا شفتوه ده. يلا بينا بقى نلف السمبوسة. هتحطي الحشو اللي انت عاوزاه. بصوا كل واحدة فينا ليها طريقة لف معينة في السمبوسة، انت اعملي الطريقة اللي بتريحك والطريقة المناسبة ليكي او اللي بتبقي انت متمكنة فيها او سريعة فيها. انا هنا عندي طريقتين، الطريقة اللي انتوا شفتوها دي وهوريكم كمان طريقة دلوقتي. بتمسكي كده الوحدة السمبوسك على ايدك وبتلفيها زي القرطاس كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين تبدأي تحطي الحشو بتاعك. دي طريقة سهلة جدا برضو للناس اللي مبتدئة او الناس اللي ما بتعرفش تلف السمبوسك. وبتحطي حتة عجينة كده وبتلزقي بيها السمبوسة بتاعتك اهو، اول طرف اهو، وبعدين بتجيبي الطرف التاني كده وتقلبي دي على دي. بصوا سهلة جدا جدا، بس انتي اول تطبيقة بتطبقيها بس صح، بتبصي بقى تلاقي معاكي السمبوسة بتتلف لوحدها اوتوماتيك. يعني بصوا ما شاء الله جميلة جدا وزي الفل. هناخد واحدة كمان اهو، اول تطبيقة بس اهي، وبتبص تلاقي الحشوة السمبوسة بتاعتك بتطبق معاكي سهلة جدا جدا وبتتلف بكل بساطة. انا هنا بعمل معاكم كذا واحدة علشان تشوفوا بس ان اللف قد ايه سهل ومش حاجة صعبة خالص. بنحط حتة عجينة صغيرة عشان نقفل بيها السمبوسة بتاعنا، وبيبقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده زي الفل اهي. هنحشي بقى جبنة. شايفين قد ايه سهلة، سهلة جدا جدا جدا. بس ركزي في اول تطبيقة، اول قفلة للسمبوسة اللي هي دي. هنا بقى انا بالنسبة لنا الطريقة دي اسهل لي واحسن لي، لان بحس ان السمبوسة كلها مليانة حشو. شايفين وبوزعها كويس اوي، بتبقى مليانة حشو كده ومليانة في السمبوسة كده. دي طريقتي انا المفضلة، فانا وريتكم طريقتين، الطريقة اللي تناسبك اعملي بيها. خلاص كده خلصنا الحشو. عندنا بقى طاسة سخنة على النار فيها زيت غزير، والزيت بتاعي يكون سخن جدا. هنزل بالسمبوسك بتاعتي واحدة جنب واحدة زي ما انتم شايفين كده. هدوا النار شوية علشان هي ما بتاخدش وقت وبتاخد اللون بسرعة عشان ما تتحرقش منكم. يعني خلوا النار متوسطة، ولا عالية قوي ولا واطية قوي. وقلبي على طول ايدك فيها وعينك عليها، ما تسيبهاش على النار. ما تسيبهاش على النار مثلا وتروحي تعملي حاجة، لا عينك عليها لحد لما في ثواني بتاخد اللون، وبتقلبيها على الوش التاني تاخد اللون برضو الدهبي الجميل ده. وبعد كده بتطلعيها بقى وبتبقى معاكي زي الفل. شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا، واخدة لون حلو قوي قوي ومقرمشة قوي قوي، والحشو بتاعها تحفة. لو وصلتوا معايا لهنا بقى لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ومتابعة للصفحة على الفيس، واشتراك في القناة على اليوتيوب، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شايفين قد ايه مقرمشة من بره وطرية كده من جوه وجميلة قوي قوي، مش ناشفة قوي. شايفين ما شاء الله، ناشفة ومقرمشة من بره وطرية ازاي من جوه، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله
تحفة تحفة تحفة. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام عليكم.